السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن أنواع الدجاج الخاص بإنتاج البيض في المزارع. تمام؟ هنتكلم عن 6 أنواع بيتم استخدامهم في المزارع. تمام؟ وبيدولك كام بيضة، ويعني هيفيدوك بأنه شكل وبأنه قدر، عشان تبقى عارف وانت داخل تعمل مشروع إنتاج البيض. تمام؟ احنا بنتكلم طبعا عن بيض المزارع اللي هو أغلب الناس بتشتغل فيه، إنما طبعا في بعض الناس بتعمل إيه، بتبيع البيض البلدي اللي هو بعض الناس في القرى بتجمع البيض ده وبتنزل في الأسواق تبيعه. ده موضوع مختلف. أنا بكلمك هنا عن إيه؟ بيض المزارع. في 6 سلالات حضرتك لازم تركز معاهم. تمام؟ هم دول اللي بيدولك انتاج، وانت اللي بتختار ما بينهم. قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول سلاله معانا هي لهمان براون. لهمان براون. مميزات السلاله دي: انتاج عالي من البيض البني، بيبدأ مبكرا في وضع البيض. يبقى فيه ميزتين: انتاج عالي، واغلب السلالات اللي هكلمك فيها انتاجها عالي، اغلبها انتاجها عالي. لكن انا بكلمك عن ميزات اخرى، انه فضلا عن ان انتاجه عالي من البيض البني، هو بيبدأ في انتاج البيض مبكرا. تمام؟ الانتاج ما بين 300 ل 320 بيضة سنويا، وده رقم حلو جدا ومش هتلاقيه في سلالات كتيرة. ده بالنسبة لأول سلالة. تعال نروح للسلالة اللي بعدها. السلالة اللي بعدها هي هاي لاين. هاي لاين في منها براون وفي منها وايت، في منها بني وفي منها أبيض. مميزات السلالة دي إن هي سلالة شهيرة عالميا بإنتاجيتها الممتازة. الإنتاج بتاعها بيصل ل 320 بيضة سنويا. 320 بيضة سنويا، يعني زيها زي اللي هما براون اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. النوع الأبيض منها بينتج بيض أبيض، والنوع البني منها بينتج بيض بني. تمام؟ دي سلالة مهمة جدا برضو بيتم استخدامها في المزارع، مش بس في البلاد العربية، وإنما بكلمك على العالم. في العالم كله بيتم استخدام برضو السلالة دي اللي هي سلالة هاي لاين. في منها براون وفي منها وايت، بني وأبيض. ده بالنسبة للسلالة رقم 2. تعال نروح للسلالة رقم 3. السلالة رقم 3 هي اسمها ايه؟ اسمها ايزا براون. ايزا براون دي السلالة رقم 3، من اقوى السلالات اللي فعلا بتفرق فرق كبير في انتاجية البيض. من مميزاتها ان هي انتاجها غزير وواسع، وحضرتك فعلا بتحس بغزارة الانتاج. ومن مميزاتها برضو ان هي صديقة للمربيين. صديقة للمربيين يعني ايه؟ يعني بتحس ان هي قريبة من المربي كده، بتتفاعل معاه، تحس ان هي بني ادم زي البني ادمين. تمام؟ هي طبعا مقاومة جيدة للامراض، ودي من الاسباب اللي بتخليها منتشرة في العالم، ان هي مقاومة جيدة للامراض. انتاجيتها بتصل ل 300 بيضة في السنة، مش بتعدي 300. بدأنا نقل شوية في انتاجية البيض، لكن بدأنا نزيد في صفات تانية، زي ان هي مقاومة جيدة للأمراض. ده بالنسبة للسلالة رقم 3. تعال نروح للسلالة رقم 4. السلالة رقم 4 هنا اسمها دي كالب. دي كالب في منها وايت وفي منها براون، في منها أبيض وفي منها بني. مميزاتها ممتازة جدا في استهلاك العلف مقابل الإنتاج، يعني بتاخد علف قليل وبتديك إنتاج كبير. إنتاجها من 300 ل 320 بيضة برضو. تمام؟ من 300 ل 320 بيضة، والبيضة بتكون لونها أبيض أو بني حسب إيه؟ حسب السلالة. ودي أهم الصفات المتواجدة في هذه السلالة الممتازة جدا 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 لعمليات بيع البيض في المزارع. تمام؟ ده بالنسبة للسلالة دي. تعالى نروح للسلالة رقم 5. السلالة رقم 5 اسمها بوف أوربنجتون. بوف أوربنجتون. تمام؟ من مميزاتها إن هي بياضة جيدة، ولحمها أيضا ممتاز. الإنتاج أقل من السلالات التجارية،
لكن مرغوبة للتربية المنزلية، يعني بتاخد منها إنتاج بيض كويس بس مش إنتاج البيض اللي يكسبك فلوس من مشروع يعني. تمام. لكن هي برضو بتدي لك إيه صفة تانية، إن اللحم بتاعها ممتاز طعما وكمية. ودي برضو من الصفات المهمة جدا 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 في هذه السلالة اللي اسمها بوف أوربنجتون. تمام. ده بالنسبة للسلالة رقم 5 معانا. وتعالى نروح لآخر سلالة وبعد كده هندخل في نصائح مهمة. آخر سلالة معانا اسمها دجاج ساسكس. ساسكس ده من مميزاته انه انتاج البيض جيد، والفرخة بتعيش لفترة طويلة، وسهلة في التربية. سهلة في التربية. تمام. الانتاج من 250 ل 280 بيضة سنويا، اقل من بقية انواع السلالات الاخرى. تمام. الانواع الاخرى، لكن في مميزات تانية، بتعيش لفترة طويلة فهتعوضك، تديك انتاج اطول شوية في المدة. سهلة في التربية، مش هتتعبك. تمام. بتقاوم الامراض، ففيها مميزات تانية. ده اللي هو دجاج ساسكس. ودي سلالة مهمة على فكرة ومنتشرة في العالم كله. حلو. وإنتاجها لا يتخطى ال 280 بيضة سنويا. ده بالنسبة للسلالة رقم 6. وتعالى نروح نصائح عامة عند اختيار السلالات المختلفة. لازم حضرتك بتختار سلالة بتتناسب مع المناخ بتاع المنطقة بتاعتك. يعني بعض الأنواع مش بتتحمل الحرارة الزيادة أو الحرارة المنخفضة. تمام. بتراقب حضرتك نوع البيض المطلوب في السوق المحلي. يعني السوق بتاعك بيطلب البيض الابيض اكتر ولا البيض البني، وبناء عليه انت بتختار السلاله وبتختار ايه لون الفرخه كذلك، لان لون الفرخه مرتبط بلون البيض اللي بيطلع منها. تمام. ولازم تكون واخد بالك ان انت تراعي سهوله التربيه ومقاومه الفرخه للامراض، مناعتها الطبيعيه ضد الامراض المختلفه. لازم تراعي كل التفاصيل دي، لان التفاصيل دي تفاصيل يعني هي اللي بتحدد يعني عمر الطائر معاك ومدى قدرته على اعطائك انتاج كتير من البيض، لان انت بتدور في الاول في الاخر على الانتاج الغزير لمدة اطول. تمام. لان ده اللي بيساعدك ان انت تاخد افضل ارباح من المشروع بتاعك. فالمشروع بتاعك بمنتهى البساطة هيعتمد على سلالة مش هتعرف تغيرها بعد كده الا لو هتقلب المشروع من البداية وتبدأ من البداية. فانت من البداية يكون عندك المعلومات، من البداية تكون محدد موقفك، من البداية تكون محدد المنطقة بتاعتك واحتياجاتك واحتياجات السوق وتفضيلاتك الشخصية. هل بتربي في البيت ولا ده مشروع ولا ايه بالظبط؟ كل الأسئلة دي لازم حضرتك تجاوب على نفسك فيها علشان توصل لإجابة شافية تفيدك وتخلي المشروع بتاعك يفيدك. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.